الكرة تسترجع الجزائرية وانطلاقة من فغولي. فغولي مع اسلام، وصلته اسلام خطيرة. اسلام يا اسلام، يرجع لفغولي. اوبا الهدف. جول 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 يا سفيان. الله الله عليك يا سفيان يا فغولي، الله عليك يا سلام يا سفيان. يحرر الحناجر سفيان فغولي ويعدل النتيجة. هدف وزنه من ذهب بل من الألماس. يا سلام عليك يا سفيان. راح إسلام، مرر لسفيان، سجل فغولي هدف من ذهب لصالح المنتخب الجزائري. عدل النتيجة مسجلا هدفه الخامس في تاريخه في مشواره مع الجزائر. استرجعها إسلام، مررها له سفيان، رجعها له إسلام لسفيان. يا لهاب على هذا الهدف. با 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 حتى في الزاوية الفارغة من هناك. إسلام سليماني ببراعة يرجع لفغولي، يراوغ فغولي، يسدد فغولي، يسجل فغولي. هدف التعادل لصالح المنتخب الجزائري. يا سلام، هدف من ذهب في بداية المباراة. المنتخب الجزائري في عهد علي لوزيج ولا مرة لم يسجل خارج الديار. الجزائرية سفيان فغولي، هيلة لحسن يبدأ ممتازة. يا سلام يا سلام يا سلام. جول. ماذا ضيعت يا هلال، ماذا ضيعت يا هلال. عند الكرة حسن يبدأ يرفع في القائمة الثانية. جول جول. لا لا لا. هدف ثاني بوركينابي. قلت لكم بانه في اي لحظه من لحظات المباراه، شوف تقريبا حسن يبدا يصعد مع اللاعب، لمسها اللاعب لمسه واحده، الثانيه الثالثه ضربها. فعلا المباراه ممتعه، فعلا مباراه ممتعه. المهم ان المنتخب الجزائري يسجل هدف سيكون وزنه من ذهب، سجل هدف سيكون وزنه من ذهب في البليده. هدفان مقابل هدف واحد النتيجه. شوف هنا حسن يبدا لم يرتقي، ومهدي مصطفى راح متساهل مع المهاجم في زاويه تقريبا مغلقه، يسدد يساريه ويسجل الهدف الثاني لصالح المنتخب البلجيكي، رغم انه لم تكن له فرص كثيره تماما. هذه الفرصه الوحيده في الشوط الثاني رماها في المرمى، سجل بها هدف ثاني. الركنيه من سفير طايدير. بابا جول 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 جول. قلت لك يا سفير يا طايدير، اول مره تنفذ ركنيه في المباراه وياتي الهدف الثاني. يا الله يا سفير يا سلام عليك. جول. سفير طايدير يعدل النتيجه من بعيد. يفعلها الرجال في بوركينا فاسو ويسجلون هدفا ثانيا. طايدير وكارل مجاني لأول مرة في حياته يسجل هدف مع المنتخب بعد 23 مباراة. هذا هو هدفك الأول والوحيد ولكنه الأغلى في حياتك. هدفان لمثلهما في وغادوغو، ركنية طايدير ورأسية كارل مجاني. الهدف الثاني للخضر، النتيجة متعادلة. يا سلام يا سلام يا سلام على الخضر. هدف ثاني قاتل رائع، هدف ثاني رائع وممتاز. أي 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 أي. واو ماذا هنالك، ماذا هنالك، ماذا هنالك، ماذا هنالك. ضربة الكرة في وجهه سيد الحكم، ضربة الكرة في وجهه سيد الحكم. غريبة 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 غريبة. الحكم المساعد من أين جاء هذا الحكم المساعد؟ غريب هذا الذي يقرره الحكم المساعد هنا، غريب هذا الذي يقرره الحكم المساعد هنا. هل لديك 4 عيون حتى تشاهد لقطة مثل هذه؟ المساعد شوف التسديد، أين هي يده؟ يده خلاها وراء، خلاها وراء ظهره، يديه وراء ظهره. الكرة ضربت. دائما بونكي سينفذ، دائما بونكي مصر، ورئيس مبولحي يجب ان تصر. يا مبولحي روح في المكان اللي سدد في المره الاولى، مبولحي في المكان اللي سدد في المره الاولى. بونكي ستصدها يا مبولحي، ستصدها لو يسددها في الجهه اليسرى من هناك يا مبولحي. بونكي كاد يصدها، كاد يصدها، كاد يصدها رئيس مبولحي. الهدف الثالث. لماذا الاحتكاك؟ بونكي هنا يسدد بقوه. اي 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 اي. ضربة في يده، نشوف القوة بتاع ضربة الجزاء لما تكون مسددة حتى لو يروح مع الحارس تضرب في يده وتدخل. اتمنى فقط انه لا يوزع بطاقات صفراء اخرى الحكم جاني. قضية الميدان، تمشي الكرة من جرم عناصر المنتخب البوركينابي ولكن لا تقلق كرة مثل هذه الا اذا توصل هنا، الا اذا توصل هنا. يا مهدي يا مصطفى. لا 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 لا. التصوير البطيء، شوف التوغل من بتروي كم هو خطير. طب المراوغة بالقلم. واو 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 يا بالكلام. لا يا بالكلام. انا لو الحكم نصفر ضربة جزاء، انا لو كنت حكم في مكان الحكم نصفر ضربة جزاء لبترويكا ونعطيك بطاقة صفراء يا بالكلام وتحرم من المشاركة في مباراة العودة. بدها سيدي بونكي متعود يرمي كرات عالية. بونكي با 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 زلقها با 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 با. هاي يا ريس.
انت الرئيس يا ريس، انت الرئيس يا ريس. ينقذ ضربة الجزاء، لم يعطي بطاقة صفراء لبلكالام. بونكاري فوتها، انقذها بكل اعجوبة وكل براعة. الرئيس مبولحي ينقذ ضربة الجزاء. يا بونكاري شكرا لك يا بونكاري، والشكر الجزيل لك يا الرئيس يا مبولحي. حاجة لمساعدة الكرة ترجع للخلف ناحية لينغاري يرفعها. ما لم يقدر عليه بونكي. يتمكن بودرون فخرج وسط المدافعين في الوقت بدل